هذه الثروه من الموارد البشريه المؤهله على اعلى مستوى وما تستفدش منهم بالاستفاده القصوى. مصر في مرحله حرجه هذه الايام، تعد للمستقبل، تخطط للمستقبل، هناك العديد من المشروعات القوميه العملاقه، فلا يمكن ان يتم التخطيط لمشروعات عملاقه او لخطط استراتيجيه تنفذ في 2020 او 2030 او 50 واللي هينفذ هذه المشروعات هم الشباب، ويتم التخطيط بمعزل عن الشباب بدون السماع، مش السماع، هو مش هيبقى مجرد السماع بدون ان يعني يعلنوا عن علوم ويتم البحث في تخطيط العلوم والتكنولوجيا. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي أكاديمية الأم اللي هي بيت العلماء المصريين، كل علماء مصر سواء كانوا الشباب أو الشيوخ العلماء في الداخل أو العلماء في الخارج، طلاب الدراسات العليا، مقام الدراسات العليا، المبتكرين، المختارين، حتى النشر. الأكاديمية لديها برنامج متكامل لتطوير التعليم لدعم العلوم والتكنولوجيا في المجتمع المصري. لدينا برامج للنشر في مراحل التعليم الإنساني وحتى في مراحل في ولد الأطفال، وهو البرنامج المعروف الذي يعني عرف إعلاميا بجامعة الطفل، وهو أيضا برنامج يهدف إلى تحديد الأطفال في تعليم العلوم والرياضيات وتبسيط العلوم وتعليم العلوم بطريقة جذابة ومبتكرة وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة. هناك عزوف عن التعليم العلمي، فلابد أن نبدأ من مراحل مبكرة جدا. فكان مشروع جامعة الطفل، وجامعة الطفل باختصار هي كل جامعات مصر هي جامعات للأطفال. الجامعات هي مؤسسات وطنية لخدمة المجتمع بالإضافة إلى رسالتها التعليمية ورسالتها في البحث العلمي، فهي مؤسسات وطنية لخدمة المجتمع. إذا كنا بنتكلم عن الانتماء وربط الأطفال وربط المجتمع بالجامعة، فلابد أن تفتح سيادة الوزير الجامعة أبوابها للأطفال ومحب العلوم. كل جامعة هتشارك في برنامج جامعة الطفل. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا توفر لها الدعم المادي اللازم لتوفير المواد التعليمية وبعض الكيماويات البسيطة اللي يمكن استخدامها في إجراء تجارب لتعليم الأطفال وفتح المعامل للأطفال. إذا كنا عايزين نربط الأطفال بمؤسسات الدولة، فلابد أن نفتح مؤسسات الدولة أبوابها للأطفال عشان يستفيدوا منها. يعني أنا مثلا أخرج بالقرب من جامعة القاهرة، لو أنا ما اتعلمتش في جامعة القاهرة لا يمكن شيء في جامعة القاهرة. هي بالنسبة لي مبنى حكومي له سور عالي قصاد الشارع. عايزين يبقى في ربط، عايزين الجامعات تقوم بدورها المجتمعي، وده جزء من تقييم